المشكلة الطامة فين؟ المشكلة الطامة لما الكورة تروح لمحمد صلاح 5 من لعيبة الخصم يتكلبشوا فيه ويسيبوا باقي اللعيبة. طب ليه بيسيبوا باقي اللعيبة وبيتكلبشوا في محمد صلاح؟ لأن عندهم ثقة في حارس المرمى هيتعامل مع أي لاعب غير محمد صلاح، عشان كده بيتكلبشوا في محمد صلاح. ولاعيبتنا بكل سذاجة كل واحد يجري على مكان فاضي ويسيبوا محمد صلاح بين الخمسة. ازاي هيوصل لك الكورة وخمسة متكلبشين فيه؟ ازاي؟ ليه ما فيش حد يدخل في ظهر محمد صلاح يجي في جنب محمد صلاح يفتح له طريق؟ عمرك شفت ضحكة القهر قبل كده؟ هي نفس الضحكة اللي ضحكها محمد صلاح في نهاية المباراة. هو ده المنتخب الساجدين. فين منتخب الساجدين؟ فين ابو تريكة؟ فين احمد حسن؟ فين متعب؟ فين عمرو زكي؟ فين حمص؟ فين حسني عبد ربه؟ بصراحة محمد ابو تريكة شيلة تقيلة شيلتها لمحمد صلاح الجبال ما تتحملهاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله الفيديو ينال إعجابكم والمشاركة في القناة. من أسوان بحييكم. طارق حامد والله أقسم بالله المفروض ما يروح المنتخب بتاتا. طارق حامد بتاتا ما يروحش المنتخب ولا يشيل المنتخب تاني. ده الأزمة اللي عملها مع الزمالك لو بيفهم كورة ما كانش عملها. كانت قصاد تصفيات كأس العالم في مباريات السنغال وبيعمل لي أزمة مع الزمالك، بالتالي الزمالك قعدوا على الدكة، بالتالي الزمالك وقفوا. طب أنت لو بتفهم كورة يا طارق حامد أنت عشان خاطر الفلوس ما تعملش أزمة في الوقت الحالي. ليه؟ عشان أنت داخل على تصفيات كأس العالم. مصر محتاجاك أمام السنغال، بالتالي ما لقيناكش. يبقى إذا دلوقتي مش موجود. المفروض ما تكونش بين صفوف المنتخب. علي جبرت خلاص يا عم علي، اقسم بالله جبرت خلاص يا عم علي. الكرة خلاص راحة لابو جبل يمسكها بايده، تخطفها من قدام ابو جبل تديها للمهاجمين طق في البعيده جول. طب دي عديناها لك يا سيدي. الهدف الثاني بتلمسها برجلك ليه؟ ما حمدي فتحي وراك يا سيدي، بتديها له في دماغه وتقول له هات الجول الثاني. مش عارف انا علي جبر مين ده؟ ايه ده؟ ما عندوش اساسيات اللعبه اساسا. حسام عبد المجيد ما عندوش الثقه انه يرجع الكره لابو جبل. اقسم بالله ما عنده ثقه انه يرجع الكره لابو جبل. طق في الاول طق يديها للخصم. ايه ده؟ احنا شفنا كده؟ اقسم بالله ما شفنا كده. اللاعبين اللي التمس لهم العذر بكل امانه محمد صلاح وعمر مرموش. مصطفى محمد عليه علامات استفهام كتير بصراحه. هداف الدوري الفرنسي على عيني وراسي، بس ما اديتش بالطريقه اللي نقول بيها نلتمس لك العذر. لا، انت لاعب محترف لازم تكون اقوى من كده. ما تكونش انت معاك الكوره وتلاقي الكوره هربت منك، تلاقي الكوره ضغنتك. لا. طب هم بيعملوا مع صلاح كده ليه؟ وبيضغطوا على صلاح بكل قوه ليه؟ عشان خاطر انتم مش تعبينهم اصلا، انتم مش مؤثرين عليهم اصلا. عشان كده بيروحوا بكل قوه مع محمد صلاح لما تكون الكوره معاه. انتم ما فيش عندكم الف ب كوره. المنتخب ناقص منتخب. محمد صلاح يعمل ايه؟ محمد صلاح ما معاهوش سمير زاهر، ما معاهوش حسن شحاته، ما معاهوش ابو تريكه وعمرو زكي ومتعب زي ما قلنا. محمد صلاح يعمل ايه؟ نكبه كبيره لمحمد صلاح. محمد صلاح يروح الليفربول باي وش دلوقتي، يبص في زمايله اللعيبه باي وش دلوقتي. اقسم بالله صدق نيمار البرازيلي لما قال محمد صلاح اسطوره كرويه ولكن المنتخب بتاعه بيلعب كوره كلاسيكيه. وهو دون بالفعل اللي بيحصل. المنتخب بيلعب كوره كلاسيكيه. محمد صلاح اسطوره احسن لاعب في العالم على عيني وراسي، انما المنتخب ما فيش عنده اساسيات كره القدم. هدفين يدخلوا في اول 7 دقائق في المنتخب المصري في مصر، اول 7 دقائق هدفين. انت لو شفت ضحكه القهر اللي ضحكها محمد صلاح نهايه المباراه، اقسم بالله اللعيبه دي ما تلعب كوره ثانيه. كل اللعيبه اقسم بالله لو شافوا الضحكه اللي ضحكها محمد صلاح اقسم بالله ما يلعبوا كوره ثانيه المفروض، ولا يشوفوا الكوره نهائيا. فين يا عم اللعب ده؟ ما شفناهوش خالص يا عم. فين الطريقه دي، الطريقه الساذجه دي؟ فين روي فيتوريا؟ مش عارف تنظم 9 لعيبه ولا 10 لعيبه مع محمد صلاح، مش عارف تنظمهم. ده حسن شحاته كان بيولف كذا توليفه، عنده كذا حل في غياب اي حد. ما هو لازم محمد صلاح هيخطأ في اسيست، هيخطأ في ثرو، انما لما توصل لك الكوره انت ما بتستثمرهاش يعمل لك ايه؟ انت مش عارف توصل الكوره صح لمحمد صلاح. محمد صلاح هيعمل ايه؟ يبقى كده يا جماعه المنتخب بتاعنا عليه العوض.
منتخب صلاح عليه نعوض، للأسف بيلعبوا مع أحسن لاعب في كرة القدم. من أسوان بحييكم، وأتمنى من الله الفيديو ينال إعجابكم والاشتراك في القناة. الله أعلم.